السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بألف خير. عايز اقول لكم كده في البداية ان انا مبسوط منكم بجد. وصلنا 1500 مشترك على قناة التليجرام، طبعا بفضل ربنا ثم بفضلكم. تمام. ووصلنا برضو 700 مشترك على قناة اليوتيوب. مش عارف ليه بصراحة التليجرام فيها ضعف اليوتيوب، بس يعني الحمد لله. وانا كده كده يعني متكل على اخواتي ان احنا بإذن الله نوصل القناة 1000 مشترك خلال الشهر ده. تمام. فنخش بقى على محتوى الفيديو. وعايز اقول لك ان انا جايب لك النهارده افضل نسخة واتساب في المجال كله حرفيا. نسخة نهاية مجالك بألوان مطرشة وخلفيات فيديو. نسخة بتعمل قاطع نت تضرب كونتاكت. نسخة فيها وضع الشبح شغال 100%، فيها عكس رسائل. حرفيا كل المميزات موجودة في النسخة، فيها منشن جماعي. نسخة نهاية مجال حرفيا. فعايزك قبل أي حاجة كده تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتخبط اللايك بتاعك الجميل لو أول مرة تشوفنا، وكومنت حلو منك كده تشجعني. وصلي على النبي وبس كده. يلا بينا، ليتس جو. وازيكم يا احلى اخوات في الدنيا. طيب يا اخوات، انا جايب لكم النهارده تحديث النسخه الجي بي. تمام. طبعا قبل اي حاجه كده، الف شكر على 1500 مشترك على قناه التليجرام. تمام. وان شاء الله باذن الله عايزين نشد اشتراكات كده علشان نوصل 1000 مشترك على قناه اليوتيوب باذن الله. فيلا كده، لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا اللايك بتاعك الجميل كده شجعني، والكومنت الرايق. تمام. طبعا قلت لكم على التحدي في اول فيديو. طيب عشان بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، انا جايب لك النهارده تحديث جديد للنسخه الجي بي. تمام. وجايب لك النسخه الاكتيفيتور. يعني عامه انا جايب لك النسخه الجي بي، انت هتنزلها وهتحط على الرقم. تمام. وبعديها هتثبت التحديث فوقها. تمام. لان معظم النسخ دلوقتي لما تيجي تشغلها بيقول لك بيقول لك مثلا حصل انهيار وكده، لان انت بتنزل التحديث بتاع النسخه على طول من غير ما تكون منزل النسخه. فانت هتنزل النسخه دي كده كده. انا هسيب لك اللينك. تمام. هسيب لك النسختين في قناه التليجرام. تمام. فانت هتنزل النسخه دي. تمام. وهتحط عليها رقم زي ما انت شايف كده. تمام. الرقم اهوت. وبعديها تقوم منزل التحديث. طبعا التحديث بتاعها او عامه النسختين هسيب لك الاكتيفيتور من غير باسورد، اما التحديث هيكون بباسورد. فركز معايا في الفيديو علشان تعرف الباسورد. ممكن ما اقولش الباسورد بصوتي وانزله على الشاشه في الفيديو، فركز معايا في الفيديو كده. تمام. وانا باذن الله مش هطول عليك، ومن ناحيه تانية هخليك تستفاد. تمام. نخش بينا على اول نقطه، وهي قفل الحمايه من المتجر، عشان في ناس كتير ما بتعرفش تقفل الحمايه. لو انت اول مره تثبت نسخه، تمام، فركز معايا في الفيديو. اما لو انت بتعرف تنزل نسخه وكده، فعايز اقول لك ان انا يعني اقدم الفيديو دقيقتين ثلاثه كده لحد لما تلاقيني ببدا اعرض في النسخه، ان مش هقول باسورد غير وانا بعرض في النسخه، عشان بس ايه تقعدش تتفرج على الحاجات اللي انت عارفها. تمام. هنخش كده على المتجر، وهنخش على الصوره اللي فوق الحساب، وهتخش على حاجه اسمها الحمايه بلاي، وبعديها هتخش على علامه الترس دي، وهتقفل الحمايه زي ما انت شايف بالشكل ده. تمام. طيب خلصنا من موضوع الحمايه. نخش بقى على الزي ارشيفر. هتخش هتنزل البرنامج ده من المتجر، هتكتب زد اي ار وهتنزله. تمام. طبعا انت هتيجي كده مثلا في هتدور هنا، هتلاقي في ملف اللي هو التليجرام. تمام. او الداونلود عامه. تمام. انت بص، انا هبقى منزل نسخه. تمام. بس هنخش كده على التليجرام اهوت. طبعا انا كنت طلبت اصلا من اي حد يديني رقم ان انا اصور عليه النسخه، لان الرقم اللي كان معايا طار. بس يلا ما ملكش نصيب، ما لقيتش حد اصلا المهم مثلا نطلع لاي نسخه كده ثواني. في نسخه انا كنت منزلها. عامه انت النسخه هتبقى موجوده قدامك بمجرد بس ما تدوس عليها، هيقول لك فتح باستخدام الزد دي ارشيفر بعد ما انت تعملها. فهتلاقي النسخه مقفوله بباسورد، يعني هيفتح معاك الزي ارشيف. تمام. وهتلاقي النسخه مقفوله بباسورد زي مثلا الملف ده. تمام. هتلاقي كده، هتدوس عليها مثلا مكان كلمة فتح دي هتلاقي كلمة تثبيت. تمام. عشان تثبت هقول لك باسورد، هتدوس مثلا كده هقول لك ايه حط كلمة المرور. طيب نخش بقى ايه، هثبت النسخة وارجع لك. زي ما انت شايف كده هي دي النسخة بتاعتنا. تمام. وطبعا السلسلة بتاعتنا هتبقى ماشية بالاسم ده. تمام. هنعمل سلسلة. تمام. وهتبقى واتساب ميكس. تمام. اختصار للمكسيكي يعني كده. تمام. السلسلة بتاعتنا هتبقى تحديث واتساب ميكس. تمام. هتبقى النسخة الجي بي. طبعا النسخة الجي بي محلول فيها جميع المشاكل، من ناحية منشن، من ناحية عكس رسائل. حرفيا النسخة فيها كل حاجة. تمام. مش محتاج اتكلم عليها، انت هتشوف دلوقتي قدامك بيانك في الفيديو.
تمام. معلش انا بقالي 5 دقايق دلوقتي، انا مطول عليك ايوه، بس ايه، علشان برضو غيرك ما بيخش يكلمني يقول لي انا مش عارف انزل نسخة، مش عارف اثبت النسخة، الكلام ده كله. وعايز اقول لك حاجة، لازم تشتري في قناة التليجرام عشان تقدر تخش القناة اصلا وتنزل منها اي حاجة، لان القناة خاصة. هخش كده ادوس فتح بقى في النسخة، ونبدأ بقى نتفرج على العظمة بتاعت النسخة بتاعتنا. حرفيا جايب لك نسخة نهاية نجاة زي ما انت شايف اخوك هتلر اهوت. تمام، حاطط لك الصورة بتاعتي في الدخلة بتاعت النسخة. تمام. طبعا هنزل لكم التحديث بتاعتها الجديدة اول باول، هكون منزل لكم التحديثات بتاعتها. تمام. تمام. طيب زي ما انت شايف كده، ادي اول خلفية فيديو. ثانية واحدة كده، ثانية واحدة. ادي اول خلفية فيديو معانا. تمام. وادي تاني خلفية فيديو معانا. تمام، حاجة في الرايق قوي. وادي تالت خلفية فيديو معانا. تمام. دي الخلفيات اللي بره. وعندك هنا طبعا قطع نت والدارك مود ووضع الشبح شغال 100%. تعالى كده نخش على الدارك مود، عشان انا بصراحة بحب الدارك مود اكتر من اللايت مود بصراحة. ادوس كده تفعيل. صراحة الدارك مود رايق قوي. تمام. طيب، عندك هنا طبعا الدردشات المجتمعات، تحديثات المكالمات المجتمعات. وهتخش هنا كده نجم على الثلاث شروط اللي فوق هنا. عندك بقى الخصوصية، تحديث واتساب ميكس، إضافات هتلر، جدول الرسائل الذكائي، راستر النسخة، راستر نسختي. وعندك هنا شات نمبر، رسائل جماعية، والإعدادات وقراءة الكل. تمام. عندك هنا طبعا الخصوصية، طبعا إخفاء الظهور، ظهر لك شهادة الحالة، ظهر لنا رسالة محولة، ظهر لنا رسالة معدلة، تعطيل مشاهدة مرة واحدة، تعطيل منع حذف الرسائل، تعطيل منع حذف الحالات، إخفاء الصحيح الأزرق بعد الرد، الصح الأزرق، صحيح الاستلام، جري الكتابة، تسجيل الصوت، الاستماع للصوت، وإعادة ضبط الخصوصية. تمام. تمام. هنخش تاني وكده. وعندك بقى تحديث واتساب. عندك هنا طبعا تحديث من موقع رسمي من قناة التليجرام. طبعا لو دخلت على الموقع الرسمي كده هيفتح لك قناة التليجرام بتاعتنا. وبرضه لو دخلت هنا كده يفتح لك قناة التليجرام بتاعتنا. ثاني. تمام. طيب نكمل بقى ايه السعرات في النسخة. نخش كده على الثلاث شرط، وهختار شات نمبر. تمام. تكلم نمبر مش متسيف، وهتكتب هنا اي نمبر عشوائي. تمام. عشان بس اوريك الشكل من جوه. واخش ادوس على كلمة شات. تمام. طبعا دي اول خلفية معانا. تمام. حرفيا انا بختار لكم خلفيات طرش، بس انا يعني انا لو واحد يقول لي على خلفية معينة انا هحطها له عادي في النسخة بدون اي مشكلة. تمام. وادي تالت خلفية معانا. تمام. عندك هنا طبعا اللايك والقلب والنص التفجيري وتحديث الواتساب والكلام ده كله. ماشي. والبرايفسي. بس في مشكلة بسيطة، أنا مش عايز أبعت دلوقتي لأن الرقم فيك أنا لسه صاحبه. تمام. وأنا لما بعت من رقم فيك قبل كده وأنا بصور الفيديو الرقم طار، فأنا يعني معلش أنا مش هكتب أي حاجة دلوقتي خالص نهائي، علشان أنا مش عايز الرقم يكتر مني دلوقتي، مش كل فيديو. تمام. هنرجع بقى كده نخش نشوف الإضافات بقى عشان ما تطولش عليك أكتر من كده. هعمل لك استعراض سريع كده للإضافات. هنخش على الإضافات كده. تمام. عندك هنا هتلر المكسيكي، هتلر عم مجالك. وعندك هنا إضافات هتلر، الحماية والخصوصية، سماتك، الإعدادات العامة، الشاشة الرئيسية، شاشة المحادثة، الإشعارات، إدارة الرسائل، تعال نخش على الإضافات كده. عندك هنا حول النسخة، وعندك هنا التليجرام أو اليوتيوب الله أعلم. عندك هنا إضافات هتلر. تعالى بقى عندك هنا صف أعداء الروم بتكة، وضع علامة رابط مشبوهة، خلفيات فيديو في الشات، إيقاف أيقونة الجيف، اعرف مين رفعك أدمن، منشن جماعي، تقليل من النص، مضاد التهنيج، مضاد التهنيج 2، تأخير إصدار، إخفاء التهنيج، أخطاء التهنيج. وعندك تأخير الإصدار 2، وعندك نص فارغ، ومضاد التهنيج النسخة، وعندك شكل انستا، ورسائل منتهية الصلاحية، إلغاء أخطاء البوت، مضاد خطر المكالمات، ومضاد التهنيج العام، إلغاء الكتالوج، تقليل النص، محسن ضد الردود. تمام. الحماية من الفيروس. عندك هنا إلغاء الاتصال 41 64. وعندك هنا عدم التهنيج من الاتصال، وعندك عدم استلام المستقبلات، وحد بعت لك ستيكر كده يعني. عندك هنا عدم التهنيج من الويب، عدم التهنيج من اللينكات، ولون الرابط. تمام. نرجع كده نخش على المطروشات.
تمام. عندك هنا وثق رقمك من الحظر، حذف جميع الروابط، عكس رسائل حذف الارقام اهي شغاله 100%. تمام. وعندك هنا الغاء المواقع، تقليل ذاكره التهنيج، تقليل تهنيج الذاكره. انا اللي هنكت والله. عندك هنا حقانة ضد واجهة النظام، الغاء الاشعارات، اعادة توجيه عدة مرات، اخفاء الارقام غير محفوظة، اخفاء عدد الدردشات، ازالة حد احرف الاسم. تمام. ازالة حد احرف الحالة، رسالة بدون قراءة، تقليل التهنيج في الواجهة، وضع الحماية، تعطيل حظر الصور، قفل الصور. تمام. خش بقى على المستندات. عندك هنا طبعا ازاي عنوان المستند والغاء المستند. تمام. عندك هنا التفكيكات، عندك هنا ارفع نفسك ادمن، تفكيك عدد الشتات، تنزيل شتات ستوري 1 و2 و3. تمام. وعندك هنا بقى الراوتر. تمام. تخش هنا عندك قطع نت، عندك هنا قطع نت، قطع نت برسالة، قطع نت بدعوة، الحماية من التهنيج، عدم تهنيج من البوت، الحماية من العطل. عندك هنا إخفاء النص في الشات، تعطيل الحماية، عدم التهنيج من قطع النت، عدم التهنيج من النسخة، عدم التهنيج من البوتات، والحماية من الكراش. تمام. وعندك بقى الإعدادات العامة. تمام. طبعا هنا الألوان، الكلام الفارغ ده كله ملوش أي 30 لازمة. أنت عندك سمات جاهزة، عندك هنا إعدادات الأيفونز. تمام. وعندك هنا تفكيك ريكوردات، تفكيك وحيد، 2 3 4 5. تمام. وعندك طبعا النسخ الاحتياطي. تمام. وبس كده أكون أنا جبت لك كل اللي في النسخة. خش كده على سماتك. تمام. دوس تحميل سيم. تمام. عندك كمية سمات بالرز، عندك كمية السمات 4032 سيم، فانت حمل بقى اللي انت عايزه بشوقك. تمام. تمام. عندك طبعا الحماية والخصوصية، طبعا احنا شفنا الكلام ده كله بره. تفعيل، هتلاقي تفعيل ستايل حالات جديد وحاجات زي كده. تمام. ومنع حذف الحالات بقى والكلام اللي هو حاجات فارغة. عندك هنا الشاشة الرئيسية، البار العلوي. تمام. طبعا انت بتظبط بقى الحاجات دي بقى، انت عايز تعدل على النسخة. تمام. وبس كده يا عمي، انا كده جبت لك كل حاجة في النسخة. هتدوس راستر نسختي كده. تمام. وبس يا عم كده، كده انا اعتبر جبت لك يعني اهم حاجة في النسخة. فاهم؟ دخلنا كده في حاجة بسيطة بس هوريك في الاضافات. طبعا انا ما قلتش اي حاجة من الباسورد. خد يا عم اول رقمين من الباسورد الا هما 2 2. اول رقمين 2 2. عندك هنا شاشة المحادثات. تمام. انت بقى بتعدل ستايل منصات بقى، شوف براحتك انت. بص حرفيا تتحكم في جميع اشكال والوان النسخة. عندك هنا الاشعارات. تمام. عندك هنا اشعار عند الاتصال، لما اي حد يفتح النت بيديك اشعار ان هو اونلاين. تمام. وعندك هنا برضو اشعار لما حد يرفع ستوري، وعندك اشعار لما حد يخش البروفايل يغير صوره البروفايل، وعندك اشعار لما حد يخش يكتب رساله عندك في الشات، يعني اول ما حد يخش كده يكتب لك رساله يظهر لك الاشعار. انت بتعدل على اللون بقى والكلام ده كله عادي. وعندك هنا طبعا مؤثرات التنقل، مؤثرات التنقل للصفحات يمين ويسار. عندك هنا في الشات فوق وتحت. وعندك هنا رسائل داخل المحادثه. تمام. وعندك هنا تأثير سقوط الكائنات بقى والكلام ده كله. تمام. انا بحبش افعلها بصراحه لان احس ان هي مبوظه منظر الحاجه. عندك طبعا التحديثات. تمام. وعندك هنا حول النسخه. عندك هنا لو دوست على تحديث النسخه، تحميل النسخه، هيدخلك عندنا مباشر على القناه. تمام. وطبعا الف شكر على 700 مشترك لسه واصلينهم دلوقتي. تمام. وطبعا الفيديو ده هيكون تعويض. تمام. وعندك هنا طبعا حول النسخه، وعندك هنا شير واتساب ميكس. طبعا في تركاية بسيطة ألا وهي إن أخوك زي ما تقول كده عنده امتحانات والكلام ده كله. فاهم؟ وشغلوك على تطبيق مجال اهوت. تمام. بس يعني لسه بادئ فيه. فاهم؟ لسه ببدأ أظبط في البرنامج واحدة واحدة. تمام. ف يعني عندي ضغط شوية. فاهم؟ فياريت تقدير على الفيديو كده تشجع الواحد إن هو يكمل معاكو. تمام. طبعا حطيت لك هنا اشتراك إجباري في أول البرنامج. أنا طبعا أصلا مش عامل الفيديو عشان البرنامج، بس يعني إيه لسه كده حاجات كده في اول كده دماغي. عايز اقول لك البرنامج اللي جاي عامه هيبقى برنامج مطروش. تمام. فانت جهز نفسك كده ولايك كومنتك الرايق علشان اللي جاي هيبقى دمار. تمام. طبعا انا هسيب لك نسخه، رابط النسخه الجي بي ورابط النسخه اللي هي بتاعتي اللي هو التحديث اللي هتثبته فوقها، هسيبهم لك الاثنين في قناه التليجرام. تمام. بس كده في اخر رقمين من الصور ده على وهما 2 2. وطريق السلام يا برو.